ازيكم؟ في الفيديو ده هقولك على كام عيب في موبايل الريدمي نوت 11 برو، ولو حابب تشوف فيديو تفصيلي عن الموبايل ده هتلاقيه في الاي فوق على اليمين او على الشمال. اول عيب في الموبايل انه ما بيدعمش الاو اي اس، الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن. الموبايل ما بيدعمش التثبيت البصري، وده بيخلي تصوير الفيديو مش استابيليتي ومش مستقر ومش لذيذ حبتين وانت بتصور. ومش عارف ليه الصراحه مش موجود في الموبايل ده، مع انه موجود في موبايلات تانية منافسه وبنفس السعر تقريبا. تاني عيب انا شايفه في الموبايل ده، وللاسف ده هيكون تنويه برضه، لان في الفيديو اللي اتكلمت فيه عن الموبايل ده قلت ان الفريم بتاعه من الالومنيوم، ولكن الفريم هنا من البلاستيك مش من الالومنيوم تماما. ودي واحده من العيوب اللي انا شايفها في الموبايل في نفس الوقت. العيب اللي بعد كده في الموبايل هو الكاميرا الاماميه. اداء الكاميرا الاماميه في الاضاءه الضعيفه او بالليل بيكون اداء مش حلو قوي، الصوره بتكون مهزوزه وفيها نويز كتير. العيب الرابع من وجهه نظري هو في الميو اي نفسها. الميو اي تحسنت كتير جدا عن الاول واصلاحات لبعض الباجز والمشاكل، ولكن ما زالت الواجهه بتلاج فيها بعض المشاكل وفيها بعض الباجز. ومن وجهه نظري شايف ان الميو اي لسه قدامها شويه وقت وابجريد كبير جدا عشان تقدر تنافس الشركات التانية.